ازاي اعرف ان سواء كان صحابي او بنت انا داخل معاها علاقه ان العلاقه دي توكسيك؟ عشان حوارات البيت والقعده دي انا مالي، يعني انا مالي ليه بقى؟ انا مالي شكلي بان صغير لان انا مثلا سابق شعري، هتلاقيني بهزر على طول بتاع قد انس يا ابن اللعيبه. ولد في واحده مش هنذكر اسماء طبعا، اوكي، بتقول لي انا في علاقه توكسيك مع كليتي وبحاول افهمها وهي بتلعب بمشاعري. تعرف ان الشخص ده توكسيك ازاي؟ اتقالت لي من حوالي سنتين كده من حد. انت عمرك كنت في علاقه توكسيك صح؟ بجد والله؟ كتير. انا مش عارف، انا حاسس ان انا مش، انا عارف كلمه توكسيك دي برضو مش قوي، يعني الكلمات بتاع الجين زي كلها اللي انا منهم. ما هي المسميات دي اللي ودتنا HDMI عارف ليه؟ عشان بقى عندنا علم بالحاجه فبتاثر فينا اكتر. تعالى كده قول لاي فلاح مثلا انت مكتئب هيقول لك ليه؟ ما انا لسه زارع الارض ومفيش، لان انت وانس انك بتعرف الحاجه بتديها مساحه ان هي تخش جوه عقلك، فبالتالي بتبدا تاثر عليك. هو ده حقيقي، فهي دي عشان كده ما بحبش انفتح على المسميات الجديده بالظبط. عشان كده الجهل نعمه. ممنوع ليه كده؟ انت مانع؟ انت اللي مانع؟ انت منين؟ عزبه؟ انت من العزبه الشرقيه ولا الغربيه يا صاحبي؟ لا من اللي هي مصر. احسن 4:30 ماشي. انا كنت قاعد في اخر النحاس ينفع كده؟ انتوا طلعتوا قرايب يا جدعان. بس انا لبست خلاص عامل كده. بص يا اخواتي، هو انتوا نازلين التمرين بالله عليك شايف ده؟ ما يفرقكش المنتج ده مش اعلان، لان انا اكيد نيفيا مش تعمل لي سبونسر، او ممكن في يوم من الايام انا ما اعرفش، بس المنتج ده مهم قوي. لو انت نازل التمرين هنا اشتغل معاك على طول، بعدها ممكن بيرفيوم على التيشيرت عادي، او مش لازم بيرفيوم عشان الناس ما تتضايق. في ناس بتتضايق من الريحه الحلوه والريحه الوحشه يعني برضه. شكلي بان صغير لان انا مثلا سابق شعري، هتلاقيني بهزر على طول بتاع. بس انا والله الحاجه جايه عليا، مش ان انا بفضل اهزر. انت عندك 18 19 سنه فاهم يعني الطاقه اللي فيك حلوه. ما انا عندي طاقه. روحك حلوه. عملت ديكلاين. هي شكلها باظت. ممكن هقول لك انستا باي في كاش والله. هم اخر 15 جنيه معايا انا فاكر. امسك. بيقول لي ان انا في حد دخل الباسورد كتير غلط وانا ما استخدمتهاش اصلا. عايز احكي عن معضله في حياتي. بصوا يا جدعان، ده احسن تاني بري انا استخدمته في حياتي. في بقى حاجه الناس بتفكر ان انا معمول لي سبونسر شيب مثلا من مش عارف مين عشان بفضل اروح اصور. انا يا جدعان موديل، فتعالى في اعلان هنصور. لما صورت ماسل سيد مش عاملين لي سبونسر، فلو عايزين تعملوا سبونسر ماشي. لو في شركه انا عايز تعمل لي سبونسر يا ريت. انا يا جدعان ما حدش عامل لي سبونسر، بس الناس مفكره ان كل الناس عامله لي سبونسر لان انا بفضل انزل اصور مع ده وده وده وده، بس هم واخديني موديل اعلانات بس. ولكن المنتج ده حلو، والشركه دي اصلا ما تعرفش عني حاجه 10 على 10 لان هي مش شركه مصريه، اعتقد شركه امريكيه. بس البري ورك اوت ده جامد، انه اكسبلود جامد، ايفولف جامد، توتال وور جامد. كنت مستنيك ما تقولش عشان كنت هقوم ارزع لك دلوقتي. لا ما اقدرش. صاحب الشركه. عامه بقى لحد باذن الله معايا حد يعمل لي كود، هنستخدم كود ابو زيد 10 في منتجات ايفولف. بري بقى، بروتين، كرياتين، اهو هدوم. الجيرسي ده انا نفسي فيه، جيت اطلب الجيرسي ده من على الويب سايت مفيش، مش مشكله، بس انا هطلبه تاني يعني اكيد نزل. واتمنى الشركات تبدا تاخد بالها ان انا محدش يعمل لي سبونسر. انا موديل اعلانات يا جدعان، بس ده محدش بيعمل لي سبونسر خالص. كل الناس فاكره ان انا معمول لي سبونسر، والله ما معمول لي سبونسر. اتمنى تعملوا لي سبونسر، اتمنى يعني. هو ليش الشركات اللي انا بصور معاها دي ما بتعملش سبونسر؟ وايه اعلان طلبات اللي مع هشام ماجد؟ انا عايز افهم بقى. انا عايز اعلان مكملات غذائيه، هدوم تمرين، بس مش اعلان بقى سبونسر يا جدعان عشان خاطري. جاد فلوج حاجه يا اسطى. فلوجات يا باشا، فلوجات ان شاء الله. فلوج عن السميه مع التمرين. في حد خبيث كان بيلعب حاجه. عايز بري يا اسطى؟ لا في حد خبيث كان بيعمل حاجه هنا. لا ده كنان صغير، فهو ده بالبار ده يكفيه. انا قلت حد كان بيلعب على 500 من فوق البار ولا حاجه.
بصوا احنا بنسخن كده، ممكن نتناقش في الاسئله دي. اوكي مفيش مشكله. بصوا يا جدعان، في ناس بعتلي كتير اسئله عن الاهل، وانا قلت يا جدعان ما حدش بعت لي حاجه لها علاقه بالاهل، فانا مش هرد على الاسئله دي عشان حوارات البيت والاهل دي انا مالي، يعني انا مالي ليه بقى؟ انا مالي لان انا ممكن اقول كلمه وانت شخص مهزأ ما عندكش شخصيه، انا اقول كلمه تروح انت ماسك في الكلمه دي تروح رايح متخانق مع ابوك يجي له حاجه، انا مالي انا بقى بالموضوع ده؟ يبقى انا ماليش دعوه. وموضوع الاهل حساس جدا برضه، يعني حساس في تفاصيل كتير مهما انت حكيت مش هنبقى عارفينها، مش هنبقى فاهمين حاجه لان يا احنا حبيبي. مش مكانك، مش هنبقى فاهمين. خلاص يا جدعان، لو في دكتور نفساني بيشوف الفلوج او دكتوره اي خبير علاقات يجي معايا في فلوج ونتناقش بقى في المواضيع دي، بالظبط. هو بقى بشكل specific يتكلم وانا اقعد اتمرن وامرنه برضه. بس انا مش هتكلم، مش هقول رايي، انا دي اراء شخصيه ممكن تبقى كلها غلط عادي جدا، ممكن تبقى يعني خد منها الحلو وسيب منها الوحش. ده هو ده بقى. ايه؟ في واحده مش هنذكر اسماء طبعا، اوكي، بتقول لي انا في علاقه توكسيك مع كليتي وبحاول افهمها وهي بتلعب بمشاعري. بص بقى، ده سؤال جامد. بص بامانه، انا بالنسبه لي يا جدعان مواضيع الدراسه ومواضيع انا بدرس ايه وكليتي واصل مش عارف مين ضاغط عليا، لا يا حبيبي انت تنشف، دي اول حاجه. تاني حاجه يا بابا، ما تجبرش نفسك على مشاكل انت مش قدها. هتقول لي كليتي واهلي اللي مدخليني ومش اهلي اللي مدخليني، حلو خش اسقط، ده لو انت مش جاي معاك خالص بقى. مش دي الحاجه اللي انت بتحبها بالظبط، مش دي الحاجه اللي انت بتحبها، خش ريح دماغك، حاول تعدي عشان اهلك وركز في شغلك او في حياتك او ايا كان اللي انت بتعمله وتشتغل عليه، تشتغل عليه، تختار بقى اللي انت هتشتغل عليه. لكن يعني لان دراستك مش هتحدد انت هتعمل ايه بالظبط. هتفضل فاهمني؟ تقول لي بقى اصل كليتي توكسيك. انا فاهم، انا متفهم اللي انت فيه. انا على فكره دخلت كليه، انا كان نفسي اقدم في معهد فنون. ابويا قال لي انت عايز تبقى محمد هنيدي؟ والله امي او اعتقد امي او ابويا عايز تبقى محمد، لا يا عم مش عايز ابقى محمد هنيدي، عايز ابقى محمد رمضان. المهم عادي، انا نفسي في حاجه عايز اعملها، هم شايفين ان ده مش احسن حاجه، عادي ماشي. طبعا نخش ايه التربتتيت تقريبا احنا مفيش حاجه بنعملها لها علاقه باللي انت درسته او اللي انا بدرسه ولا اي حاجه. انا درست ايه؟ مروان انا لغات وترجمه. حقوق اصلا بقى. ايه بقى اللي انا بعمله في حياتي؟ كاليستينكس وتمرين وموديلنج ورايحين تصوير وبتاع، فحاجه مالهاش علاقه اصلا باللي انا درسته. فرأيي بلاش تخلي كليتك تأثر عليكي وتضايقك. حاولي تواجبي اللي هو انت عايزه تمشي الدنيا وخلاص، ده لو انت مش بتحبيها. لكن لو بتحبيها هي لو بتحبها ما كانتش قالت هي اصلا. المفروض ما كانتش هتقول السؤال ده، لان كل حاجه عليها ضريبه يعني. لو كانت بتحب الكليه بتاعتها ما كانتش قالت لي كليه توكسيك ومش توكسيك. ولا ده ندم؟ اصل ممكن يبقى ندم اختيار، يعني كلام بناء على ندم بعد اختيار، بس اللي ما حسبش حسبته كويس ما يرجعش يشتكي. يعني انا ما حسبتش ضريبه اللي انا هختاره ده، خلاص بقى الضريبه طلعت تقيله، هشيلها امشي واسكت واعمل اللي عليا. هشيلها واسكت. بس خلي بالك برضو السؤال ده طالع من بنت، فهم البنات بيبقوا حساسين شويه ناحيه اي حاجه في الحياه عموما، ودي مش حاجه وحشه يا جدعان، دي طبيعه الراجل هي دي وطبيعه الست. دي فطره الست، مشاعرها هي اللي بتحركها اكتر. فعادي انا فاهم، انا متفهم ممكن خوفك او اللي انت حاساه، ولكن ما تخليش دي تبقى عقده حياتك يعني. اول حاجه يعني في مشاكل اكبر، حاسس ان في مشاكل اكبر نتضايق عليها من موضوع الكليه ده بصراحه. بس فانت حاولي ان الموضوع ده ما ياثرش عليكي واشتغلي عليه وعدي الايام اللي فاضله في الحياه. ممكن تعملي حاجه جنب الكليه برضو تشيل من عليكي احساس الوحش ان انت حاسه من ناحيه الكليه، من شغل او اي حاجه، او على الاقل تبقي بتعملي حاجه بتحبيها تخلي شويه الاحساس زي ما قلت بتاع الكليه ده، يعني ده يغطي على ده. ومع الوقت هتتطوري في الحاجه دي وهتخلصي كليتك على خير، بس هيبقى محور حياتك كله ليه علاقه باللي انت اخترتيه اللي هو بقى كشغل. جبت شويه اساتك من جوه عشان اسخن وعشان التمرين بقى وبتاع. اللي بيسأل يا جدعان الاساتك دي بتتجاب منين؟ بابا صالح في الجيزه، في اي حته، اي محل ادوات رياضيه هتقول له عايز استك مقاومه للتمرين. طيب الفرق في الالوان دي، اللون الاصفر ده خفيف، بس طبعا الالوان دي بتتغير على حسب الشركه، فانت شوف انت محتاج انهي وهاته عشان تبقى في السيف سايد. لو انت لسه بادئ بلاش تجيب ده، مش هتعرف، مش هيفيدك في اي حاجه. ممكن تجيب ده وده. لو انت اوفر ويت هات الاخضر عشان تقيل شويه، بيشيل وزن تقيل. هناخد الاصفر بقى مش هسخن بيه. اللي احنا بنعمله دلوقتي ده يا جدعان اسمه جنرال وورم اب، اللي هو بتسخن جسمك كله وبتسخن عضلاتك كلها.
في حاجه بقى اسمها سبيسيفيك ورم اب، ده بتبدا تعمله بالحركات. ده انا بتكلم بالنسبه للكاليستينكس، ماليش دعوه بالجيم. انا مش عارف في الجيم بيسخنوا ازاي، بس اعتقد بيسخنوا باوزان خفيفه للتمارين اللي هيلعبوها. لو حد يا جدعان بيتمرن جيم يقول لي انتوا بتسخنوا ازاي في الكومنتس. تسخن مفاصلك، تسخن عضلاتك، تسخن الاوتار. دي تسخينه بسيطه للسكابلا، زي ما مروان قال بيبقى فيه تسخين شويه بالحركات. فاللين اللي انا بعمله بتاع البلانش ده بيديك شويه من احساس الحركه، طبعا مش 100% من احساس الحركه كله. وبفضل اعمل شراجز معاه عشان السكابلا، عشان انت المفروض انك بتاكتف وبتعمل هولو بادي في الحركه. ف بنمشي الدنيا. بالمناسبه مروان النهارده هبقى على خفيف شويه. انا بدات الجيرني بتاعتي ان انا اعالج ريستي، عندي اصابه كبيره في الريست، ومحتاج ادي شاوت اوت لدكتور نشأت اخويا وحبيبي صاحب عياده فيزيو سكواد. فان شاء الله الفتره الجايه هرجع تاني احسن من الاول، بس النهارده كده كده هنودي انا ومروان يعني. انا برضو هاخد تمرين على الخفيف لان اصحابي جايين يتمرنوا بكره هنا، وهناخد تمرين كلنا. مش عارف هصورها فلوج ولا لا. لو لقيت في زحمه في الفلوج اللي بعد ده يبقى اعرف ان هي دي التمرين اللي انا بتكلم عليها. لو ما لقيتش زحمه يبقى انا ما صورتش. يبان اللي انا بعمله ده هبل، بس انا بسخن ايدي بس على البار عشان الاحتكاك كتير، ايدك ما تتقطعش على طول. وبسخن الانكل بتاع رجلي. هتقول لي انت ما بتلعبش رجل، ده حقيقي. انا بلعب فانكشنال للرجل، حاجات معينه قوي، مش بتكبر الرجل او مش بتشغل عضلات الرجل كتير. طيب بعمل ليه كده؟ بسخن الانكل ليه؟ لان انا لما بلاند في اي حركه في الديناميك، لو سبت البار وجيت لانديت ممكن رجلك تتلوي كده بتاع مش عارف ايه. فلازم ايه؟ تكون مستعد ان انت الانكل بتاعك يحصل له اي حركه. بس سبيسيفيك اللي انا قلت لكم عليه سبيسيفيك يعني متخصص او تخصصي، او يعني اللي هو انت هتعمل بلانش فانت محتاج تسخن للبلانش نفسها، فممكن تعمل بروجريشن اقل زي التك. فانا كده ايه؟ بسخن عادي، مش لازم ادي فول باور. انا يا دوب بس بسخن ايه؟ مفاصلي، بسخن كتفي، بعوج جسمي على الحركه. ممكن تسخن كده، مش فورم طبعا ومش حاجه، بس ايه؟ تسخين بس. تحرك العضلات بتاعتك في الرنجات اللي المفروض هتتحرك فيها، تهيئ الماسلز اللي هتشتغل في الحركه دي. فده اسمه سبيسيفيك. تسخين بسيط. حاجات بسيطه جدا بتسخن بيها عشان تأهل نفسك للحركه. ممكن برضو ساعات بحب اسخن دي شفولس جريب، لو بتعمل تاتشد او بولابس او كده. وبحاول في التسخين ده اعمل حاجات اكسبلوسيف. يعني القوه بتاعتها انفجاريه. يعني ايه؟ يعني بتعملها بسرعه وشده كده، علشان النيرفس سيستم بتاعي يكون مهيئ ان هو ممكن يعمل اي حاجه اكسبلوسيف، فالاوتار الاربطه العضلات تبقى جاهزه. عامه انا جاهز برضه. شغل لنا حاجه بقى. بس الشمس النهارده مطوله. المفروض احنا بدأنا في نفس الوقت. ايوه الشمس النهارده مطوله معانا يا حبيبي. تفتكر يا مارو اللعبه دي هتوصل في يوم من الايام بنفس شعبيه الجيم هنا في مصر؟ نفس شعبيه الجيم؟ اقول لك على حاجه، يعني هننتشر قوي. اقول لك على حاجه، قول لي. انا كل بتوع الجيم اقسم بالله مش كلهم يعني، بس انا بحبهم. وفي منهم صحابي كتير طبعا بحبهم بجد، وهم ناس جميله. بس مفيش واحد جالي كان بيتمرن جيم واتمرن معايا كاليستينكس وكان عنده الا وساب الجيم وكمل هنا. ايوه صح يا جدعان. لا هو عامه مفيش حد جرب اللعبه دي اصلا وبطل، ما رجعلهاش تاني. يعني حتى ككلاينتس لو تاخد بالك ممكن يجي لك كلاينت كان معاك من سنتين وقعد يا كوتش مش هنرجع بقى ولا ايه؟ جاي تعمل ايه؟ نروح بعيد ليه؟ انا شخصيا حاولت ابطل اللعبه دي كتير. انا بلعب اللعبه دي من 2018، داخل في 9 سنين. اوقات كتير، وفي اوقات يا مروان لو تفتكر اتكلمت معاك في الموضوع ده. ما قدرتش خالص. اللي وانا يا ابني انا سبت اللعبه دي سنه قبل كده، فاكر؟ ايوه اللي انت بتحسه هنا مش هتعرف تحسه في حته تانية. مفيش حته تانية هتعرف تخليك راضي او تحس بنفس الاحساس الحلو، لان انت فعلا مختلف والحاجه صعبه، فانت بتحس انك فعلا بتعمل حاجه كبيره يعني، مش صغيره خالص.
جامد يلا. ولد ولد انا ليه زقيت وسط جامد؟ ايوه انت رفعت وسطك فيها جامد المره دي. عشان انا بقالي كذا يوم ما مريح، جربتهاش ها؟ فالباور بتاعي رايح غلط، بعكتف غلط. اوه ولد روح. لميت بزياده قوي. انت نزلت بريستك كده الاول اصلا. عارف الخبطه دي ليه؟ عشان بقالي علقت يا ابني انا من الجمعه اللي فاتت ما لعبتش. ده لمت صح؟ ما لعبتش، جالي كرامب هنا في الترباس بس الدبل رايق. ها اه الدبل حلو. جامد يلا انس. بس الدبل مجنونه. اه الدبل حلو. كانت كده في كده. ايوه صح اللي هي كده في كده دي. اوكي نور. قد يا انس يا ابن اللعيبه، يا ابن اللعيبه، يا ابن اللعيبه. لا 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 هبظلم هبظلم. جامد يا اسطى والله جامد. بس ماما عرفت دي، ماما عرفت. اه ما تعرف. شافت الشات. ماما تشوف الشات، ايه المشكله؟ ف لو بتتكلموا عادي كويس، كلام كويس، ما ماما تشوف الشات، ماما تعرف احسن. وممكن تبقى طالما في حاجه ماما تعرف احسن. بالظبط. يعني ده اللي انا اقصده. ومفيش اي حاجه عليك غير انك تتخلص يعني من الموضوع من جوه نفسك. فانت لو انت بتتفرجي على الفيديو وده مستحيل يحصل، بس لو وصل لك الفيديو ده حاولي تقربي من عيالك وتوصلوا لحته مع بعض وتتكلموا تتناقشوا مع بعض، بالظبط. هيكون احسن. كريم في يوم قال لي على حاجه شبه دي، قال لي جمله عظيمه جدا عمري ما انساها. start to forget and forgive. if you did you will be in peace forever. يعني انت محتاج تنسى، وقبل ما تنسى تسامح الموضوع، تتصالح مع الموضوع. فلما تتصالح مش هياخد حيز اللي هو واخده من دماغك او مش هيديك نفس التأثير، فبناء عليه هتعيش في سلام، مش هيبقى عندك اي مشكله مع الموضوع خالص. والله جامد. ولد ما شاء الله. قلت امسك جامد. خطف كده، بص كده على الحوار. مشكله بقى لعب الكاليستينكس تبقى كده، تحس ان انا رفيع، ترفع كده تلاقي ان انا رفيع برضه. طب والله العظيم جامد. ازاي اعرف ان سواء كان صحابي او بنت انا داخل معاها علاقه ان العلاقه دي توكسيك؟ اوش. انا بحس في كام حاجه كده بينوروا في دماغي، كام حاجه بينوروا في دماغي. قول وانا برضه هقول وجهه نظري. اقول لك بقى كام حاجه اللي بينوروا في دماغي دول يا معلم. اول حاجه ان انت تحس ان انت وانت قاعد معاهم انت مش مرتاح. بالظبط. مش مرتاح. الانرجي حقيقيه. مش مرتاح. فاهم يعني ايه مش مرتاح؟ انا قاعد مع ناس بس انا مش مرتاح معاهم. لا يا باشا انت كده في حاجه غلط. ده مش مكانك. بس وممكن ما يكونوش توكسيك على فكره، بس مش شبهه. بس مش شبهك. بالزبط. فلو دخلتوا في علاقه انت هتحس ان هم توكسيك، هيبقى في صراع على طول، وهم هيحسوا ان انت توكسيك على بالظبط. فكره. لان في صراع، انتوا هما ناحيه وانت ناحيه، فمش هتتفقوا. مش هتفهموا بعض. بالظبط. في نقطه برضه قويه. كمل. إيه؟ لا اللي انت قلته قوي. ماشي هقول لك النقطه الثانيه ان انت تحس على طول ان انت مستنزف. يعني ايه؟ يعني الشخص ده بيفضل يستغلك كتير، بيستهلكوك اكتر ما بيشحنوك. اكتر ما بيشحنك، بيستهلكك اكتر ما بيشحنك. دي احنا اشخاص، والاشخاص يعني انت زيك زي اي حاجه في الدنيا محتاجه، زي ما بتديلك
انت تديلها. انت تديلها كل حاجه في الزرع- الدنيا رايح جاي، بالظبط، كل حاجه رايح جاي. الزرعه لو ما اديتلهاش ميه مش هتديك ثمار، مش هتديك. اي حاجه في الدنيا انت لو فاتح مشروع وما اديتلوش مجهود، مشروع هيفشل، مش هيديك مكسب. بالظبط. هيقع، هيحس ان هو تعبان، المشروع هيحس ان هو تعبان. فانت كبني ادم حته ان انت تحس ان انت مستنزف مع شخص، ممكن يكون صاحبك او صاحبتك او انت في علاقه، تحس ان انت مستنزف ومحد والشخص ده ما بيشحنكش، بتبقى صعبه قوي. لازم يبقى الايفورت رايح جاي، انتوا الاثنين بتنفستوا في العلاقه دي، لان اي حاجه قايمه على اثنين ما بتكملش بشخص واحد. يعني انت ما تفكرش نفسك جدع وان انت اللي هتعرف تشيل العلاقه لوحدك وعمال تدي بس والتاني ما بدكش، هيجي عليك وقت هتقع وفي الاخر هيبقى رد فعلك وحش وهتطلع انت سيء في روايه احدهم. ايوه ده حقيقي. فاهم؟ ومش هيتشاف بقى اللي هو عمله معاك قبل كده اصلا. انت بقى رايك يعني رايي تعرف ان الشخص ده توكسيك ازاي؟ اتقالت لي من حوالي سنتين كده من حد قال لي اي حاجه في الدنيا قيسها اللي هي بالنسبه بتاعت 100%. تمام. واي حاجه في الدنيا فيها ايجابيات وفيها سلبيات. لو السلبيات دي معديه ال 60% او اصلا واصله 60% ما تكملش. كسلبيات مش كمجهود الشخص بيبذله. لا انا لان بكلمك خلي بالك كمجمل. لان خلي بالك انا الحاجه دي جايه عليك بالنفع ولا بالضرر؟ نسبة ال 100% دي ما ينفعش تتقسم علينا احنا الاثنين، انا ببذل 30 وانت بتبذل 70، احنا الاثنين لازم نبذل 100. لا بالظبط. انا بقى النقطه اللي بتكلم فيها المجمل من العلاقه اللي جاي لك، المكسب بتاعها. بيبقى فيها حاجات لان احنا كلنا ما بنتفقش على حاجه. انا ومروان صحاب من زمان بس اكيد في حاجات انا وانت بنختلف فيها. يا عم احنا كل يوم بنختلف. بالظبط. بس احنا انا لسه مختلف معاك امبارح. ايوه امبارح. ليه بقى احنا مكملين؟ عشان احنا الايجابيات والحاجات الحلوه اكتر من الحاجات الوحشه، عشان كده احنا لسه صحاب. بصوا يا جدعان، انا حاطط الشورت في البنطلون كده عشان الفورمه بتاع الحركات يبان حلو. من احلى الوان ارمات اللي بشوفها في حياتي. اوس جامد ولد. قلت وش بامباز 1 بامباز 1. محتاجة ارجع ال 45 اللي ضايع بقالها اسبوعين دي من غير اي سبب واضح، هي فجأة مبقتش بتيجي. بقول لك ايه، هو انت عملت 45 في جينجر قبل كده؟ انا حاسس الروحة دي همسك من بعيد دي هتريحك قوي في الجينجر صح؟ غير اللي انت بتعملها. عشان دي انا جاي من بعيد مش من فوق، التانية كنت بعملها من فوق فما كنتش بعرف مد ايدك على البار بعد ما تلف اسرع سنه هتمسك. بقول لك ايه، وارمي بعدها جينجر. انا مش هتكلم انا مش هتكلم انا مش هتكلم. شفت لما مديت ايدك بسرعه مسكت ونازل ازاي؟ دي احسن نزله جينجر نزلتها في حياتك. انت عارف انا ليه انت لفيت لوحدك اصلا. انا ما استوعبتش. ايوه ان انا كملت. انت جسمك بيكمل. راح الجينجر جسمك بيكمل. تخش واحده تاني؟ خش رايح بس ايدي عشان حاسسها هتتقطع. هتقطع؟ اه انت كده كده ما هتقطعها، انت كده كده مش هتتمرن بكره. ايه الحوار ده؟ هنخش على انهي باور؟ ده؟ سؤال حلو كده مرة. سؤال حلو يعني يبقى مختلف إلى حد ما. مختلف في سؤال مختلف والله جامد. إيه؟ وتوكسيسيتي برضه على فكرة. قول لي. دايما بتعرض للتنمر من صحابي واهلي. اهلي دي مش حلو. بصراحة. يعني بتعرض للتنمر من صحابي. هتقلبهم وتشوف غيرهم. اخلع عادي يا ابن بالظبط، واشوف ناس غيرها ما تتنمرش عليا. بس يعني دي صعبة. بيقول لك وكمان على حاجات هو مالوش دخل بيها زي لون بشرته واللدغه بتاعته. بص بقى، اول حاجه لون بشرتك ده انت لو اسمر فيا بختك. انا كان نفسي ابقى اسمر من كده. انا ومروان بنعشق السمار عامه. انا بقول يا ابني. يعني ايه بتريق على واحد عشان لبسه؟ يعني ايه بتريق على واحد انا ممكن علشان مثلا فلوسه؟ ايه ده في سبب؟ في سبب. لا انا بحس ان ده يعني انا بحس
مش اوبشن اصلا ان انت تتنمر. انا لا بس اقول لك بحس يا اسطى الموضوع ده بجد التنمر اللي بجد انا بحسه انه الشخص اللي بيتنمر بيبقى عنده مشاكل نفسيه، عنده نقص، فهو عايز يحقق الكوميديا على حد تاني عشان يشبع الايجو بتاعه، ان انا اقول له ايه ده انت جامد، انت ازاي جبتها كده، انت هو عايز يفرض سلطته او ان هو انت تتعامل مع كده ازاي؟ انت اتعرضت قبل كده الحوار ده؟ انا اتعرضت ليه قبل كده وانا صغير. وانا صغير على فكره ما كنتش بعرف اتصرف. انا كنت، طب تصدق كنت بتعرض ليه في حته الطول عشان كنت قصير وانا صغير وانت عارف. يعني انت كنت عشان انت انا كنت قصير قوي، انا كنت 155 سم. بصوا يا جدعان انا واقف هنا عشان انا طويل، بص اهو. فكنت بتعرض بصراحه للحوار ده. فلو من صحابك فهي زي ما قلنا مقدور عليها انك تشقلب وتشوف غيرهم. انا عارف الموضوع صعب لان انت ممكن تكون بتحبهم وما كنتش عايز ان ده يجي من صحابك. لو اهلك بقى بتنمروا حاسس ان هو المفروض يتكلم معاهم. المفروض ان هو يتكلم ده فعلا. بيضايقني. دي مؤلمه. انا بحب الوضوح والصراحه في اي حاجه. انا ده بيضايقني بالظبط. انا ده وحش ما بحبوش. انت ممكن تكون فعلا، هو ممكن يكون ما بيقولش فهم فاكرين ان هو عادي. يعني ممكن تكون نيتهم هنتكلم على حته اهلك مش احنا بنهزر وبتاع وجو هزار البيوت ده، بس هم مش فاهمين ان ده بيضايقك، فانت محتاج تقعد معاهم وتقول يا جماعه ده بيضايقني، ما حدش يعمله معايا تاني، والاهل هيبقوا متفاهمين اكتر. يعني ما حدش هيحبك اكتر من اهلك، يعني بالذات لو ابوك وامك اخواتك فمش هيبقوا عايزين يضايقوك قوي يعني. عشان كده ما بحبش ارد على اسئله لها علاقه بالاهل يا جدعان. بالظبط. فلوج النهارده خلص. لو عايزين تطلعوا معايا في الفلوج ابعتولي، بس نتكلم في توبكس مهمه. ما تنسوش تعملوا شير للفيديو ده وتعملوا سبسكرايب ولايك. قولوا لي عايزين نتكلم عن ايه في الفلوج الجاي، الموضوع الجاي نتكلم عن ايه. وبشكر انس ان هو كان معايا النهارده واتكلمنا، بصراحه كانت تمرينه حلوه وانا اتبسطت. انا اتبسطت قوي برضه. واتكلمنا كلام كتير على فكره يا جدعان. احنا لا نتصنع على اي حاجه، دي طريقتنا وده كلامنا في في اي بالزبط. حته. انت لو شفتني قبل الفلوج ده هو اللي في الفلوج ده، هو اللي في الشارع، هو اللي واحنا بنتمرن بنتكلم في توبكس من دي كتير. توبكس دي اللي بتتكلم هو زي ما هو بالظبط. سلام عليكم.